جنون الشهرة والبحث عن الترند مجنن الناس، سواء انت مشهور او مش مشهور. عشان حلقتنا النهاردة هتلاقي فيها حاجات غريبة وعجيبة تحس ان احنا في اخر الزمن. لكن قبل ما نبتدي اللي فيها محتاج كل اللي بيشوفنا صلى على النبي، ويلا بينا حلقة جديدة مع يونس محمد. زي ما قلت لحضراتكم في البداية، الموضوع كله بيبتدي من جنون الشهرة، البحث عن الترند، حتى لو تحت سبيل الهزار او اهل الناس عارفين ناس مين. عندنا دكتور نسا وتوليد عمل حاجة غريبة جدا. الست لسه طالعة من عملية الولادة، ياخد بنتها ويشغل اغنية شعبي ويفضل يرقص ويتمايل زي ما حضراتكم شايفين. ولما المجتمع كله يرفض هذا التصرف او يقول عيب اللي انت بتعمله ده يا دكتورة، يا دكتورة، في هيبة وفي احترام وفي مراعاة خصوصية المرضى، يرد بمنتهى، اقول منتهى ايه، يرد ويقول اهلهم او اهل المرضى كانوا عارفين انا عندي والد البنت كان فرحان ومبسوط وشايف وانا بتصور. طب وانت بتتصور ليه؟ ايه الهدف؟ يعني انا لما هلاقي الفيديو بتاعك كده وانت طالع بالشكل ده، هل انا هقبل على مراتي اللي هي تروح تولد عندك؟ هآمن ان مراتي تكشف عندك؟ فانهي عقل وانهي ضمير وانهي شرف مهنة؟ عشان ما نتكلمش كتير وعشان ما نهريش في المهري زي ما بيتقال او كلام ملهوش عازة، نقابة الاطباء قررت استدعاء الطبيب اللي حضراتكم شفتوه النساء والتوليد امام لجنة التأديب، عشان في بيان لنقابة الاطباء رفضت التصرف والفعل ده، وقالت ان مهنة الطب ارقى واسمى واشرف من اللي عمله الطبيب ده، وتم استدعائه امام لجنة التأديب عشان فعلا اللي عمله ده عيب وما يصحش. عيب يا دكتورة، عيب عليك العلم اللي انت اتعلمته، عيب عليك التصرف ده. ناس كتير هتقول ده بيهزر، مفيش هزار في الترند اللي جنن الناس. الكلام ده بقيت استغربه واستعجبه، لكن بقينا احنا في زمن غريب. عشان تحت كلمة الهزار عندنا رامز جلال، يا ترى عامل ايه؟ حضراتكم خدتوا بالكم عمل ايه؟ هو ده هزار؟ هو ده ينفع